نبلشوا والله شغال انا مسك على التليفون هاي هذا كذا صار ما بيجي ما الحين قلنا والله ما في حاجة ضروري دقيقة ما بين ما بين والله الشباب والله يتعبوا كثر خير والله ما بين هذا لا الحمد لله رجال كبير من هنا حسن حيدر ما عارف كن يوتيوب يا مرق بقى قص حيدر الناس تجرى يا جماعة ما يا جماعة جيب الكراشة دي الكراشة علنا مشغل تصوير بس ولا تسجيل؟ تصوير مقطع ها يا شباب طيبين يا ناس يا اخي ان شاء الله ربنا يتقبل الرحمه كلها يا جماعه مما ناس الحين ما في حي الحمد لله الناس ترجع لبيوتها من الشفشفه ومن الشيء ده بردامنا باذن الله ما في عوجه وترى سيدي شغالين في الجامعه كبير ننظف فوق من الدموع ونغسل فوق والله الحين كلها بخير الحمد لله والله ما في عوجه الحمد لله الناس ترجع على بيوتها يا جماعه ان شاء الله ما ضروري ان شاء الله الفريق يعرفونا فريق ثلاثه يا جماعه اي بيت ان شاء الله نفرنا فريق ثلاثه يا جماعه والله ما في الحمد لله ما في عوجه ناس والله يا شباب دكينا كثر خير ويجوا يساعدونا والله هذا الشيء الحاصل يا جماعه شيلوا الكمامات وتوشكم عشان كذا يا جماعه ده كل هذول يا جماعه ده اولادنا ودول اصحابنا ودول اخواننا يا جماعه والله الحين ما شاء الله ملانه ناس نسوان رجال اسر كل الاسر حتى الاطفال الله يرحمهم حتى البيات المويه شغاله ودي الكهرباء ان شاء الله يشتغلوا في اليومين دول والله كان ذاك جهاز دس البيارات والله البيارات دس هذه بس بطل بيسوي جس حاليا ودي مويه حقت البيارات يمنا من البيار مسوره البلد قال السلام عليكم البلد قال منو ان شاء الله ما بين يا جماعه ناس ترجع بس ترجع البيوت يا مصعب انا والله ولا مثل رسلت لك اللايف كل حصلك ولا ما حصلك ما بعرف وريتك الناس دي والله بس ما واقفه بيوشون الا بس عاد بالطاحونه والبياره البيارات الثلاثه جاهزات لغايه الفريق قدام المويه واصل يعني بنشغلها 3 ساعات بنقسم الجهاز اللي بنشتريه بنقسمها على 3 بيارات اي بياره بتشتغلها 3 ساعات في اليوم الحمد لله والله الخير وافر والحياه الثانيه والله يا اخوان المشكله اكبر من كده ما من مويه ولا مويه ولا ثاني الناس دي والله لو ما رجعت بيوتها والله تفقد حاجاتها كلها والله هسه قبلوا على غرف النوم بعد شويه حيقبلوا على الشبابيك والبيبان والمكيفات الكلام ده ما بيجي والكلام ده الله يقدر يرسلوا ليه الناس اللي تحركوا كله يقولوا يا جماعه القريب والبعيد اي زول يراجع في بيته وعديك الناس ديت لما تيجي تنضم معاه يقول لك يا زول بيتك احنا ما بنهب فيه لكن بيت الناس الثانيين ما عندك فيه شغل هاي كلامك صح حتى من ضمن والله عندنا واحد لما نظم في الكلام ده امبارح طقه لكن الحمد لله جات خفيفه سلاخيه ما جات هنا يا اخي الكلام ده كده ما بيجي وعوا الناس زين وعوا الناس زين الناس الحمد لله ساعه اقل في الحله ما اقل من 15 20 اسره زي قاعدين ده من غير الناس شفت طرف الحله المراريد والعرب ده كلهم اكتملوا الفلاته كلهم اكتملوا هسه اخر واحد فينا اظن ماشي باولاده السعودي يلا يا جماعه انتوا الناس لما تبعدوا من البلد خلاص اهملتوها مره واحده قنعتوا منها وكذا ما بتبقى ويديكم العافيه ويديكم الصحه واللي عملتوه والله ما شويه والله ماكم مشحودين عليه كويس وربنا يجزيكم خير ويقدركم على عملكم اللي عملتوه لكن انقذوا الحله خلي الناس دي يرشدون وخلوهم يرجعوا بلدهم انا والله قاعد لي 25 يوم الحمد لله والله ما اكل شارب كويس والله اولادي لبن بيشربوا امشي والله الغنامه بجيب اللبن بجيب اي شيء
السكر عندي، الدقيق عندي، الحمد لله ما قطعت اي شيء. والله الطماطم وامبارح طبحنا، والليله الصباح طبحنا، امس والله بهيمتين ما كفل، والليله طبحنا ثاني واحد. جدار شغاله، عاملين لنا جدار بنطبخ فيها طماطم وفيها سكر وفيها زيت وفيها البصل وفيها كل شيء فيها. ربنا يجيب لنا الله خير. والحله فيها دكانين فاتحات، فيها دكانين فاتحات في الحله. ان شاء الله ربنا يوفقكم ويقدرنا على جزاكم. ان شاء الله. يجزيكم الله خير. ما جاوبنا.